عسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. كما عودناكم ان شاء الله مع بعضنا باش نعملوا مسلي راس علوش في القلة وبطريقة أخرى مغايرة. وعملنا ديجا معاه لا إله إلا محمد رسول الله ملثوث كما تشوفوا، لكن بطريقة مبتكرة مش بالطريقة التقليدية، لكن الريزلتات جيكم حاجة بنينة وفاوحة. قدرة ربي تعجبكم. تو ننتقل مع بعضنا إلى المقادير وكيفية التحضير. صباح النور، صباح الخيرات، ان شاء الله نهاركم دقله وحليب. ان شاء الله اليوم بعضنا باش نعملوا روسيت جديده ووصفه جديده كما عودناكم. اليوم باش نعملوا بعضنا بقدره ربي السميع العليم موسلي علوش، راس نتاع علوش، لكن باش نعملوا على طريقتين ومعاه ملثوث او ميم طون، لكن بطريقه معناها مبتكره، مش معناها بالطريقه التقليديه اللي مسنسين نطيبوا فيها. ديجا قبل ما نبدا الفيديو نتاعي نحب نبدا بالصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكانك اول مره تزور القناه نتاعي فضلا وليس امرا الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. وتوا ديجا نبداو على بركه الله. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ديجا هوني خيط عندي راهو هذا راس بركه نتاع علوش، لاحظتوا معناها لينا معناها تكسر صغير ماهوش كبير، على خاطر باش نعمل معناها مسلي في راس علوش في القله، والاخر معناها باش نعمله بطريقه اخرى. لان الحمد لله باش نضيف له الملثوث معناها باش نحط معناها كطبق هكا جانبي معاه هكا، لكن بطريقه مبتكره ومخالفه. وتوا ديجا ننتقل للمقادير وكيفيه التحضير. قبل كل شيء ديجا خيط هنا عندي الراس نتاعي كما تلاحظوا هكا ديجا معناها مكسر. جست هذه الغسله الاولى. تو شنو باش نعمل؟ باش ناخذ نحطه هكا في وسط طنجره والا مقفول، باش نضيف له ترونشيت نتاع قارص وورقه نتاع رند لا اله الا الله محمد رسول الله، وباش نخليه يغلي مليح، نخليه يغلي مليح بليتو باش نحى معناها هكا الزفاره وريحه الراس وكت شوشيت والكل، ويجينا معناها الكون تاعو ابن وصحي خير والكل شيء. توا ديجا باش نحطه معناها يغلي فوق الغاز لا اله الا الله محمد رسول الله، وما ننساش نحطو ترونشات القارص وريقه الرند وشويه ماء ونخليه يغلي مليح مليح، ومن بعد نغسلوه ونستقطروه. وينوصل المرحله ذيك نوريكم شنو نعملوا بقدره ربي. وهنا كيما تشوفوا مع بعضنا معناها ديجا خديت الراس نتاعي فرغته ديجا. هو للامانه راهو علوش هذا معناها راس نتاع علوش نتاع العيد. للمصداقيه ديجا سلس معناها نحكي سبونتاني. غسلته ديجا تلاحظوا هكا حطيته هكا ترونشات نتاع قارص وريقات نتاع رند وشويه هكا عرف نتاع كليل الاخضر. تو باش نخليهم يغليو مليح مليح باش تنحى الزفوريه نتاع الراس وكتشوشيت والكل ويجيكم ابن صحي خيطه. باش نخليه يغلي مليح. وين يغلي ديجا تو تلاحظوا معناها الرغوه والزفاره كلها تخرج. من بعد نغسلوهم مليح مليح ونستقطروه وننتقل للمرحله المواليه اللي هي معناها باش نحضروا كيفيه معناها اللفاح اللي باش نفوحوه والطريقه اللي باش نطيبوا بها. وهنا كيما تشوفوا من بعد نقرب لكم الكاميرا خيط الملفوف نتاعي ديجا هذا كيلو راني فرغته هكا في وسط معناها الشقاله. توا ديجا باش نغسلو معناها بصبتو هكا مليح بالماء ونخليه نفرغه معناها نستقطرو من الماء ونخليه هكا يتنفخ يرتاح مده ساعه من زمان، نصيف ساعه ومن بعد باش نحطو معناها يفور. وهنا كيف تشوفوا بعدنا تلاحظوا ديجا صبيت الماء على الملسس نتاعي هذاك ديجا معناها باش نفرغ الماء نبزو لله الحمد رسول الله، ونخليه معناها نزيدو غسله واحده اخرى ونستقطرو ونخليه هكا يرتاح معناها تعمل ساعه من زمان نصيف ساعه. وهنا كيما نشوفوا ديجا هذه الغسله الثانيه تلاحظوا حتى الماء نتاعها معناها فتاح. توا ديجا باش نفرغه ونخليه معناها نفرغوا الماء ذاك يستقطر ونخليه هكا يتنفخ وموا ساعه نصيف ساعه لين هكا يتحل معناها يطرى شويه، ومن بعد نشوفوا شنو باش نعملوا له ونحطوه يطيب. وهنا كيما تشوفوا سي هكا من بعد هكا يستقطرنا معناها فرغناه من الماء من الغسله الثانيه. باش نخليه يرتاح لين هكا معناها يتنفخ شويه، ومن بعد ننتقل للمرحله المواليه. كيما نشوفوا هنا من بعدنا ديجا خليت الراس نتاعي معناها دائما راني نقصت منه ديجا باش نعمل مرتي خاطر ما شاء الله معناها كبير برشا الراس اللحظه جا هكا معناها باش يفيد لي وليت نقصت. نقرب لكم شوفوا ديجا في الزفاره كيفاش خارجه في الاكستريميتي هذيك الكل معناها يلزمنا ما نطيبوش ديريكت معناها كومين باللي ما تغسل تبقى فيه معناها هيك الزفاره وكا الرغوه ذيك. توا ديجا خليه يكمل نقلب الكعبات مليح باش يغليو مليح نتنحى منه معناها الشوائب الكل، ونكمل معناها التروش الثانيه تاع الراس ونغسلهم مليح ونستقطرهم. ديجا تلاحظوا
ديجا نوريكم هوني. ديجا شوفوا ديجا فرغت معناها القاع نتاع الطنجرة كيفاش الزفارة هذيك كلها تخرج هكا من الراس. ديجا هكا توا هذا باش نخليوه اكوتي. فرغته هو ديجا غسلته معناها وخليته يستقطر مليح. لاحظوا ديجا اللي المساس نتاعنا ديجا هوني بدا هكا يتنفخ. ننتقلوا تو للمرحله المواليه قدرة ربي. وهناك نشوفوا بعدنا بعد ما غسلت الراس نتاعي بعد ما غلى مليح واستقطر. تلاحظوا ديجا حتى اللون نتاعو كيفاش تبدل هكا وتكمش. تخلصنا ماك الزفاره والرويح نتاع اللحم معناها وكرتشوشيت والكل. توا ديجا باش نقصوا هكا الاثنين. معناها باش ناخذ شويه من راس اللحم باش نفوحوا ونحطوا في القله معناها مسلي في القله. والاخر باش معناها نعملوا بميثود اخرى لكن مش باش نفوروا مش باش نحطوا ديريكت في الفور. باش نحطوا في شويه سقاء معناها هكا نتاع الماء باش يطيب حاشي باش يهبط القوه نتاعو الكل. والقوه هذيك معناها باش نكمل نفوح بها الملسوس ونطيبه. ومن بعد نكمل نفوحه في المرحله المواليه ونحطه في الفور. وكما شوفوا هنا ديجا خديت عندي بالنسبه للفاح راني خديت هريسه معناها مغرفه نتاع هريسه عربي. شويه كركم شويه كليل وزعتر شويه كليل بليتو مرحي ومع هكا شويه وريقات كاين تاع كليل ماهوش مرحيين شويه ملح وشويه ثوم. توا ديجا بالنسبه هذه القله نتاعي معناها نفختها قبل معناها من نحط فيها اللحم نتاع الراس نتاعي. باش نزيدهم مقطيره ماء باش نزيدهم شويه زيت على خاطر بيتو باش يقرا الزيت نتاعو. نزيدهم شويه ماء وباش نخلط معناها اللحم نتاعي الكل. وباش نقسم معناها شطر باش نحطه في القله وشطر باش نحطه في الطنجره معناها في نتاعي. وهنا كيف نشوف بعدنا هكا ضفت شويه ماء مش برشا. بسم الله باش نبدا معناها ناخذ في الراس نتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. ديجا الكل باش نعملهم معناها بالطريقه هذه هكا. بسم الله باش نحط فيه وسط القله. ديجا دهنتها بقطيره زيت. طيب باش نكمل الكل كيف من هكاكا. شطر باش نحطهم في القله وشطر باش نحطهم في الطنجره نتاعي. وكيما نشوفوا هنا مع بعضنا كان نلاحظوا ديجا نقرب لكم الكاميرا اللي معناها الطرف الفاح اللي عملته برس كملت به القله نتاعي. بقى جيست هكا شويه بركه ابيت هذاك ديجا اللي فضل جيست باش نمسح به معناها الكونتيتي الاخرى اللي قسمتها على خاطر باش نحطها في الماء مش باش نفوحها. توا جيست باش ناخذ جيست شويه الجو برا من بعد باش معناها نفوحوها. هوني ديجا كان نلاحظوا في القله حطيت لها هكايا وريقات نتاع رن وطروشات نتاع قارصه باش نغطيها ببابي كويسون. من بعد باش نلفها لا اله الا الله محمد رسول الله باش نلفها بالبابي الومنيوم ونحطها في الفور الطيب. سينو تجربة معناها نسكروها ديريكت بس الغطاء نتاعها. بسم الله ديجا هو منفخ بطبيعته. نرجع بسم الله الرحمن الرحيم معناها نسكروها هكا ونعملوا لها شويه بات من هوني ونخليوها تطيب. انتم معناها خليكم حريه الاختيار. معناها بالنسبه لي انا توا يا اما باش نحط لها معناها بابي كويسون هوني من بعد نحط عليها الغطاء ونلفها بالبابي الومنيوم ونحطها في الفور وبيانتو نعمل لها ديريكت هكا شويه معناها نتاع بات. ناخذ شويه فرينه شويه ماء معناها ونسكرها بها ونحطها تي في الفور. والريست هذا باش نخلط بيه الترف اللي بقى عندي وباش نحطوه في الطنجره نتاعي يطيب مع شويه ماء. وين هو ديجا بريسك قريب تقراص يطيب وقتها باش نجبدو خليه يبرد ونعاود نعمل له فاح جديد ونفوحه ونحطه في الفور. هنا كيما تشوفوا ديجا لاحظوا معناها اللي اللحم نتاعنا دوب ما هو ممسوح ماهوش مفوح. ديجا خديت هوني شويه ماء صبيته معناها على الشقاله جيس معناها باش نشلل بها الجو نتاع الفحات باش نصبهم على اللحم هوني ونخليه يطيب. هذه ديجا القله نتاعي سكرتها ديجا بشويه فرينه وشويه ماء باش معناها حاجتي بالفابور معناها يزيد يتحسر اكثر كما باللي بالبابي كويسون بابي الومنيوم معناها تشد لنا اكثر وقت. توا ديجا باش نصب عليه شويه ماء نزيدها وريقات رند وباش نخليه يطيب. لا اله الحمد رسول الله في المسس معناها مش باش نملحو. لا اله الحمد رسول الله نص طياب. من بعد نوريكم شنو باش نكملوا نعملوا. وهنا كيف تشوفوا من بعد نسيب بعد ما سقطت معناها الحمرس نتاعي في الطنجره راني لفتو هكا سنينات نتاع ثوم شقيتهم هكا على اثنين وريقات نتاع رند
ورقتين نتاع كليل اخضر، ومعاها هكا اقل من شطر من غرفه نتاع هريسه عربي، ورشه خفيفه نتاع تبلو كرويه، وبطبيعه الماء شويه ديجا مش برشا. تو باش نخليه يطيب، لا اله الا الله محمد رسول الله. ونحط الملثوث نتاعي ديجا باش يفور، لكن قبل ما يفور باش نفوح الملثوث نتاعنا ونخلي هذا يطيب بريسك معناها وين قبل ما يطيب بشويه. وقتها باش نخرجو ونخلي نعمل له لفاح نتاعو ونعاود نفوحو من الجديد ونحطو في الفور مع لي زانغرديون الاخرين باش يكمل معناها يطيب لنا في الفور. ولو ميم طون حطيت معناها الفور نتاعي على 240 درجه، وحطيت في وسط القله التيب. وتو باش نكملوا معناها ننتقلوا للمرحله الاولى اللي هي كيفاش باش نحضروا الملثوث نتاعنا. كيما تشوفوا هوني الملثوث نتاعنا ديجا بسم الله معناها نفخ مليح ولا مفارك هكا فريك كعبه كعبه. تو باش نعملوا باش نرش عليه شويه ملح، شويه كركم، وشويه هريسه عربي، وشويه كليل وزعتر، وشويه زيت زيتونه باش نفوحوا هكا نخلطهم مليح ونحطوا يفور. وهنا كيما تشوفوا مع بعضنا سايم هكا خليت نقرب لكم الكاميرا جست هكا ابين شويه هريسه عربي، شويه ملح، زيت زيتونه، كليل اخضر، ورشه خفيفه تاع تابل. تو بسم الله باش نخلطهم هكا مليح مليح. بسم الله دو بريفيرونس نستعملوا يدينا باش تدخل الفحات مليح كوم يفو. بسم الله الرحمن الرحيم. هكا ديجا باش نحطو يفور لو طون اللي معناها الراس نتاعي يطيب، والسقا اللي باش يفور هذاك هو اللي باش نكمل معناها نطيب به الملثوث نتاعي باش يجي الجو معناها بنين وحاجه جديده، و ميم طون معناها يجينا هكا بلا معناها هاكوتي معناها بالبلا برانسيبال نتاعنا، و ميم طون نفس الجو نتاع اللحم نتاع الراس. بسم الله. صدقوني كي تفوحوا الملفوف هكا راهو يجيكم ابان ملي تعملوه معناها عادي، فهمت؟ بسم الله. جربوا الطريقه هذه بقدره ربي وتو تشوفوا الفرق بين الملفوف على الطريقه العاديه وبين الملفوف الطريقه هذه. هذا معناها ملفوف من غير خضره باش نعمل بزانغريديون في الفور، ما فيها بأس واحد معناها كي ينوع كل مرة يعمل حاجة. بسم الله. ديجا توا هذايا سيء كي تلاحظوا لونه كيفاش تبدل هكا شوية. بسم الله ما عادش مكشخ لونه. بسم الله. توا باش نخليه يفور وين يطيب الراس نتاعي بريسك باش نخرجو ونولي معناها نعاود نفوح السقا السوب هذاك اللي معناها فيه القوه الكل نتاع الراس، وهو اللي باش نكمل نمرق ونفوح به الملثوث نتاعي. وهنا كيما تشوفوا بعدنا ديجا معناها راهو اللحم نتاعي طاب الزبده، اللهم صل على النبي، يفوحوا بنين. ديجا باش نحيلو توا العظم معناها ديجا بسم الله نوريكم اللي هو ديجا زبده معناها جيست هكا باش نحي معناها نفس العظم على اللحم. هوني خديت ديجا معناها البطاطا وسفنياريا وبصل، قصيتهم هكا لله وحمد رسول الله، رشيت عليهم شويه كركم، شويه كليل وزعتر، وشويه فلفل احمر زينه، بابريكا، وشويه ملح، وقطره زيت زيتونه، وريقه رند، وهكا وخلطتهم مليح لله الحمد رسول الله مع مقطيره هكا ماء، وتوش نغطيهم بالبابي كويسون ونحطهم في الفور يدي معناها يتحمروا. وبالنسبه لإله الا الله الحمد رسول الله للحم تنجموا كيف كيف تعملوا معناها نفس الفاح اللي عملناه الاولاني، جست بعد ما طاب نص تياب معناها من الطنجره نتاعنا طلعناه وفوحناه كيف كيف بشويه معناها الفاح اللي انت تحب معناها تختاروا لفاحاتك. بس اللي عملت معناها في الهريسه العربي والكليل والزعتر والملح والثوم لله محمد رسول الله، ومعها لا اله الا الله الهريسه العربي والملح، وحطيته معناها هكا جست يتجمر في الفور. تحبوا تخليوه معناها هكاك زاد كيف كيف يطيب معناها على زيت ويقف على زيته كيف كيف ما ثم حتى مشكل معناها ما تكملش تحطه في الفور. توا ديجا معناها الصوص اللي بقات لنا في الطنجره نتاعنا كملت فوحت زدتها معناها الطماطم
والكيلو زعتر وتبل كرويه والملح وريقات رن وشويه هكا كعيبات نتاع حمص، وحطيت عليهم يتفور معناها الملثوث نتاعي باش نسقيه معناها بالصوص اللي طيبنا فيها الراس. توا ديجا بقدرة ربي نحضركم في صحن التقديم ان شاء الله، نشوفوا مع بعضنا الريزلتا فينال. وهنا كيف تشوفوا بعدنا غطيت البلان تاعي معناها بالبابي كويسون، بعدها عملت فوق بابي الومنيوم. طب باش نحطه في الفور يطيب اللي محمد رسول الله، ونوريكم معناها الملفوف نتاعي كيفاش قاعد يطيب، وزدت ريقات تاع رند معناها في وسط الملفوف باش يعطينا جو ابن معناها من العاده. نوريكم ديجا معناها اللي الملفوف نتاعنا قاعد يفور، تشوفوا في ريقات الرند. وهون ديجا هذه القله نتاعنا طابت وحضرت باش نخليها كتبرد اكوتي من بعد نفرخها. وتوا نوصلوا مع بعضنا ديجا لنهايه الفيديو نتاعنا. البلان تاعنا حضر اللهم صل على النبي كما نوريكم ندكم نشهيكم بالحق الحمراء وجايبنين برشا، ان شاء الله جربوا الفيديو تعجبكم. هذه الملفوف نتاعنا ديجا الملثوث من فوق هكا ديجا حطيت له معنا كعيبات حمص مع كعيب عظم تروش نتاع قارص وجرينات فلفل، وهذه بالنسبه معناها للخضر اللي عملتها في الفول البطاطا والسنيريه والبصل. وتوقع لي باش نخليكم في امان الله الى ملتقانا في فيديو قادم. بسلامه.